اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا بينا الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كنت جايبه كلور. الكلور السايب ده بيبقى احسن كتير من الكلور التاني اللي هو بتاع الشركات. اللهم صل على النبي. بس انا مشكلتي ما بعرفش افضل الكلور في الجيركن كده زي ما انتم شايفين. يعني ده اول كيس كده عدى معايا، يعني الحمد لله. تعالوا شوفوا بقى تاني كيس. الكيس ده بيبقى كيلو، انت زي ما انت عايزه. ممكن تقولي له مثلا انا عايزه نص كيلو، انا عايزه كيلو، زي ما انت عايزه. هو الكيلو ب5 جنيه، انا جايبه الكيس ده ب5 جنيه، جبت كيسين ب10 جنيه. تمام. واللهم صل على النبي. بصوا هنا بقى الكلور وقع عليا، يعني كان طرطش كده على العبايه بتاعتي. ويمكن كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، وده كان مقطع انا يعني ما كنتش حطيته في الفيديو اساسا، اللي هو اللي قبل ده. كنت نسيت اساسا، يعني اكتشفت ان المقطع ده مش موجود وانا بمنتج الفيديو، او لا وانا بسجل صوت. اكتشفت ان المقطع ده مش موجود. هنا بوريكم العبايه كانت خلاص بقى هي باظت، يعني كانت كل مدى كل ما اللون بيدي على اللون اللي هو الاوف وايت. عارفين انتوا اللون الاوف وايت؟ يعني هو لون حلو مش وحش برضو، بس يعني قلت مش مشكله بقى خلاص، يعني هعمل ايه، قدر الله ما شاء فعل يعني. هنا برضو بقول لكم كنت جايبه صابون، وانا كان عندي على فكره انا ما بستناش ان الصابون يخلص من عندي. يعني انا مثلا بجيب جيركنين برضو، اللي هو الصابون السايب ده. الصابون السايب ده حلو قوي، والكلور زي كده. بملى مثلا، يعني الكلور منه جيركنين والصابون جيركنين. يعني اكون الجيركن الاولاني خلصته، اجيب بقى فيه، ما استناش اما انا هبدا في التاني، علشان يعني ما شطبش الحاجه اللي عندي والحاجه تخلص وارجع بقى الف حوالين نفسي. خصوصا ان انا ما عنديش امكانيات حواليا، يعني انا في مكان ما فيش امكانيات حواليا اساسا يعني، فما ينفعش الحاجه تخلص من عندي. هنا بقى كنت في السوق، وكنت جايبه بقى شويه حاجات كده زي ما انتم شايفين. كنت جايبه فرخه مشويه، بما ان انا كنت في السوق وكنت بجيب شويه حاجات يعني للتلاجة. فانا جيت متاخر بقى، جيت الساعه 3. وكمان كنت رايحه للدكتور. المهم يعني عملت كذا مشوار في مشوار واحد، فرجعت متاخر، فاكيد انا مش هلحق اعمل غدا. فجبت كده فرخه مشويه بطحيناتها بسلطاتها، عملت بس شوية رز وبس كده. هنا بقى كنت جايبة طماطم. الطماطم سعرها غالي خالص خالص ومش عايزة تنزل. بتتباع ب25 جنيه الكيلو وب20. طبعا الأسبوع اللي فات كانت ب15 جنيه، كانت أرخص شوية. وكان في ب10 جنيه اللي هي يعني بتاعة الطبيخ بقى، اللي هي الطريقة خالص اللي انتي عايزة تفرميها في الخلاط بقى وتصلصيها يعني. فما جبتش منها طبعا، لان انا كان عندي صلصه في الفريزر بس مش كتير، يعني انا ابتديت اشطب اساسا الصلصه اللي عندي، فبحتاج بقى للطماطم. فانا ما جبتش كتير على اساس ان انا برضو عندي كيسين 3 في الفريزر، فاكتشفت ان هو مفيش الا كيس واحد، فهرجع اجيب تاني طبعا. يعني كده الطماطم دي مش هتجيب الاسبوع معايا اساسا، يعني لان انا كنت جايبه 2 كيلو ب40 جنيه، فكده هي مش هتجيب الاسبوع معايا. بس جبت كمان بطاطا. الكيلو كان بكام؟ الكيلو تقريبا كان ب10 جنيه، جبت 2 كيلو ب20. جبت كمان الفلفل اللي هو الأحمر، غالي على فكرة خالص، يعني الكيلو ب25 جنيه وب20، وفي ب15 جنيه اللي هو الفلفل بقى اللي هو ضايع أساسا يعني. جبت كمان خيار. الخيار برضو نفس سعر الطماطم، عامل 25 و20، اللي هو ب15 ده اللي هو برضو ضايع، يعني اللي هو مش حلو اساسا يعني. جبت ايه كمان؟ جبت الكرومبة اللي انتوا شايفينها دي. برضو الكرومبة غالي جدا، بيتكلموا في 40 و45 و30 و35 كده، اسعار كده. و25 دي اللي هي الكرومبية الصغيرة جدا، اللي هي يعني اساسا ما تعملكيش حلتين، قصدي ما تعملكيش رصتين. ف مش عارفة، يعني الأسعار غالية فعلا يعني. جبت كمان البطاطس ال2 كيلو ب35 جنيه.
زي المرة اللي فاتت. ال2 كيلو كنت جايباهم ب35 جنيه، مش كبيرة اوي ولا صغيرة، هي وسط. طبعا انا ما بعرفش في البطاطس، يعني في ناس تقعد تقول ايه بطاطس آلية، بطاطس مش عارفة، انا مش عارفاها. يعني انا ما بعرفش البطاطس من بعضها. اللي بيقعد يقول لي دي آلية وبطاطس مش عارف ايه. فلما لقيت الراجل بيقول لي كده بطاطس آلية، قلت له انا اساسا كان قدامه بقى 3 انواع من البطاطس. فبقول لي بطاطس آلية وبطاطس مش عارفه، قلت له يعني انهي اللي بطاطس آلية، انا مش عارفاهم من بعض. طبعا هو الله اعلم قال لي الصح ولا قال لي الغلط. ويعني في ناس بتستغل الموقف، يعني ان انتي تبقي مش عارفه حاجه، فاللي قدامك يستغل الموقف ان انتي مش عارفه، فممكن يضحك عليكي. فالله اعلم هو قال لي ايه يعني. وجبت كمان تين شوكي، ال7 ب10 جنيه. بعد كده مشيت شويه لقيت واحده بتبيع ال8 وال9. طبعا الناس اللي هي بتبقى واقفه في الشارع بقى باطباق وكده بيبيعوا ال4 ب10 جنيه. انا سألت برضو، قال لي ال4 ب10 جنيه. ادي الفلفل الاحمر اللي بقولكم عليه. ما جبتش طبعا فلفل اخضر لان كان عندي من الاسبوع اللي فات زي نص كيلو كده، وكمان ابتدى يبوظ. يعني انا قلت هفرمه كده في مع فصين توم، مع راسين توم، وهحطهم في الفريزر. جبت كمان الكابوتشا دي، كانت عاملة 15 جنيه. وجبت كمان بتنجان. البتنجان حلو جميل بقى، اللي هو بصوا ملون ده، ابيض في اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللي انا مش عارفه ايه هو. انا اساسا يعني بص انا لسه صاحيه من النوم فمش مجمعه يعني. جبت البتنجان ده كان عامل 10 جنيه. وجبت بنجر كمان الكيلو ونص ب10 جنيه. بس ما جبتش حاجات كتير زي المره اللي فاتت. يعني جبت حاجات لان كان عندي اساسا، انا عندي حاجات متبقيه من الاسبوع اللي فات. وجبت كمان لوبيا. وجبت عدس بجبة علشان عايزه اعمل عدس بتاع ده اسمه ايه، كشري مصري. ف عيالي بقالهم اساسا فتره عايزين ناكل كشري مصري. هنا بقى حطيت الكيس بتاع التين علشان مليان شوك، انا مش هينفع افضيه، فانا حطيته بكيسه كده في ال بتاع اللي انتوا شايفينها دي، السله الحمراء اللي انتوا شايفينها دي، مع البنجر. وهحطهم بقى في التلاجة. هنا كنت بوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها. وده الغدا بتاعنا اللي انتوا شايفينه اللي هو في الكيس ده. هحط دلوقتي بقى وهنتغدى. وهنا كمان كنت جايبة مانجا، ده بالليل بقى. ده كان بالليل، كنا جايبين كرتونة مانجا 10 كيلو. الكيلو ب25 جنيه. دي بقى المانجا اللي هي بتاعة التخزين، اللي عايز يخزن مانجا بقى يخزن اليومين دول. دي المانجا بقى اللي بتتخزن. اي انواع مانجا تاني ما هتلاقيها مش حلوة. هي دي المانجا اللي هي بتاعة الخزين. انا بجيب كل سنة مثلا 30 كيلو، 20، ممكن 15، ممكن 30، على حسب اساسا انا محتاجة قد ايه. بس انا بما ان انا عندي مانجا في الفريزر، فانا مش محتاجة مانجا كتير. انا جبت كرتونة واحدة بس لان انا عندي تقريبا 20 كيلو في الفريزر، فجبت كرتونة واحدة. كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.